السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتتبعين والمتتبعات قناة مطبخ إدميري. كنتمنى تكونوا في أحسن حال وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معاكم ميني طارت اللي كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. يمكن لكم توجدوهم الكوتي ليكم ولوليداتكم. بلا ما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. عندي هنايا بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وعندي هنايا قبيصة ديال الملح، نص كاس ديال سكر كلاصي، 3 المعالق كبار ديال زيت المائدة، وعندي هنايا سكر فاني وحده، وعندي هنايا 125 غرام ديال الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، وعندي هنايا الطحين خاص بالحلويات. وهنايا غادي نضيف الزبده وغادي نضيف سكر كلاصي، غادي نغربلو وغادي نضيف قبيصه ديال الملح، وغادي نضيف سكر فاني، وغادي نخلط هادشي مزيان. وغادي نضيف بيضه، وغادي نضيف الزيت. غادي نخلط كلشي مزيان. وغادي نضيف الدقيق، غادي نضيفو تدريجيا، وكما العاده كتبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي متوفر عندكم. غادي نضيفو تدريجيا. هاد ميني طارت كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. يمكن لكم توجدوهم الكوتي ليكم ولوليداتكم. انا غادي نستمر في جميع العجينه ونرجع لكم. وهنايا من بعد ما جمعت العجينه ها هي، راني ما عركتها ما والو، غير كنجمعها وصافي. ها هي بحال كتولي بحال هذا الشكل هكا. وهنايا راه الدقيق شاط ليا كما قلت لكم، كتبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق اللي متوفر عندكم. دابا غادي نديرها في البلاستيك غذائي. ندخلها للثلاجه واحد الساعه د المكانه ونرجع لكم. ودابا غادي ندوز باش نحضر معكم الكريمه. عندي هنايا 3 الكيسان كبارين ديال الحليب، وعندي هنايا 2 شصيات ديال فاني، 3 المعالق كبار ديال سكر سنيده كتبقى لكم على حسب الذوق، وعندي هنايا 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسري. دابا غادي نضيف سكر فاني، وغادي نضيف سكر سنيده، وغادي نضيف كريم باتيسري، وغادي نخلط مزيان مع هاد الحليب بارد.
ودابا غادي ندوز باش نديرها فوق البوطه، خليكم معنا. وهنايا راه درتها فوق البوطه، غادي نستمر في التحريك ديالها ونرجع لكم. وهنا الكريمه من بعد ما وجدات ها هي، غادي نهبط ليها هاد الجوانب اللي هنايا بحال هاد الشكل هكا. غادي ندير ليها بلاستيك غذائي، غندير ليها بلاستيك غذائي هكا على الوجه ديالها. بحال هاد الشكل هكا، وغادي ندخلها للثلاجه من بعد ما تبرد ونرجع لكم. وهنايا من بعد ما دازت ساعه، دابا غادي ندوز باش نسرح العجينه. غادي نرش واحد شويه ديال الدقيق، وغادي ندوز باش نسرح العجينه. وهنايا من بعد ما سرحت العجينه، الطبسيل ديال الفران ندير نشكلها بحال هكا. غادي نديرها هنايا، غادي نقادها مزيان بحال هاد الشكل هكا. وغادي نتكم هكا بفرشيطه. هكا منين تساليوهم ديروهم في الثلاجه واحد 10 دقائق، بنين ما سخن لكم الفران وعاد دخلوه بحال هاد الشكل هكا. غادي نستمر بنفس الطريقه ونرجع لكم. وهنايا من بعد ما كملتهم، راني منين ساليتهم دخلتهم للثلاجه غير بنين ما سخن ليا الفران. دابا غادي ندخلهم للفران يطيبوا من التحت ونرجع لكم. وهنايا من بعد ما طابوا ليا ميني طارت، ها هما شكل كيوليو، كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. وهنايا قطعت عندي التفاح، هنايا قطعت الفريز، يعني قطعته بحال هاد الشكل هكا. وانتم ديروا اي فاكهه كتعجبكم. وهنايا الكريمه هذه من بعد ما بردات، غادي نزول ليها البلاستيك غذائي، وغادي ندوز باش نعمر الميني طار. غادي ندير الكريمه بحال هاد الشكل هكا. بحال هاد الشكل هكا. وغادي ناخذ التفاح، غادي نزوقو بحال هاد الشكل هكا. كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بحال هاد الشكل هكا ها هما. غادي ندوز عاوتاني نديرهم بالفريز. بحال هاد الشكل هكا. وغادي ناخذ
غادي ناخذ الفريز وغادي نديرو بحال هكا. بحال هاد الشكل هكا كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. انا غادي نستمر بنفس الطريقه ونتلاقاو معكم في الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الميني طارت، كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش بالاشتراك والضغط على الجرس باش يبقى يوصل لكم كل جديد. شكرا لكم بزاف، ومع وصفة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله.